مع بدء شهر رمضان الكريم استقبل عشاق البرامج الرمضانية برنامج مقالب رامز جلال الجديد، والذي يحمل اسم رامز جاب من الآخر، والذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، علما بأنه البرنامج الأكثر انتشارا في الوطن العربي. وقد تكلفت ميزانية برنامج رامز جاب من الآخر ميزانية كبيرة، والتي وصلت نحو 100 مليون دولار أمريكي، بينما وصل إجمالي أجور 30 ضحية في برنامج رامز جاب من الآخر نحو 80 مليون دولار، ويختلف أجر كل ضيف في كل حلقة. حصل الفنان رامز جلال على أجر ضخم من برنامجه الجديد، والذي بلغ نحو 3 ملايين دولار. جاء لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو في صدارة أجور الضيوف، حيث تقاضى نحو 1.5 مليون دولار، بينما جاء بعده الممثل أحمد السقا في صدارة قائمة أجور الفنانين في برنامج رامز جاب من الآخر. فقد حصل أحمد السقا على 3 ملايين جنيه، أما حمادة هلال فحصل على 2 مليون جنيه، وسمية الخشاب 1.5 مليون، ومي عمر 1.5 مليون، وشيرين رضا حصلت على 1.5 مليون، وأحمد مالك حصل على 1.5 مليون جنيه. بينما حصلت الفنانة يسرى اللوزي على 1.2 مليون جنيه، وأحمد عيد حصل على 1.2 مليون جنيه، وحصل الفنان محمد لطفي على 1.2 مليون جنيه، وطارق لطفي تقاضى 1.2 مليون جنيه، وباسم سمرة 1.2 مليون جنيه، ونجلاء بدر 1 مليون جنيه، كما تقاضت أيتن عامر 1 مليون جنيه، ومريهان حسين 1 مليون جنيه، وحمدي المرغني 1 مليون جنيه، ومحمد رياض 1 مليون جنيه، ومحمد شاهين 1 مليون جنيه. بينما تقاضى حمو بيكا 800 ألف جنيه، وحسن شاكوش 800 ألف جنيه، وكزبرة 800 ألف جنيه.